الاهلي وبيراميدز تعادل بطعم الفوز. يعني انا مش عايز اتكلم وأقري كتير بقى عشان اقول ان احنا يعني دلوقتي بيراميدز 21 نقطة واحنا 20 نقطة، لو كنا كسبنا كنا هنبقى 22 وهم 20 ونبقى متصدرين بفرق نقطتين ونريح دماغنا، والكلام اللي كلنا عارفينه وتعبنا فيه ده. بس انت بتهبب ايه يا عم امام؟ فهمني انت بتهبب ايه؟ يعني انت راجل رحت ضيعت انفراد في اخر 5 دقايق في الماتش وضيعته بطريقة مستفزة جدا، تخش تشوط ضربه الجزاء وبعد ما بتخش ضربه الجزاء بتعملها بانينكا. يا معلم انت ما بتعرفش تعمل بانينكا اصلا. مفيش حد بيعمل بانينكا بيوديها في العارضه، البانينكا دي بتبقى نازله الكيرف بتاعها بينزل من وهي في ال6 يارده. لكن انت بتعمل لي بانينكا اصلا لسه عماله تطلع ورايحه تخبط في يا عم ما بتعرفش تعملها بتلعبها ليه؟ يا عم الله يرضى عليك تعبتنا والله العظيم تعبتنا يا شيخ. يا عم ما بتعرفش بتعملها ليه؟ هيجرى ايه لو اهي باليمين اهي في البعيد خلصت جون كسبنا 3 نقط، الاهلي اول الدوري. كان هيحصل ايه يا عم امام؟ خلينا نتكلم يا عم شويه عن شويه الصفقات. الواد جراديشار اللي نزل جاب جون وجاب ضربه جزاء، الواد ها لمسته كويسه ويجي منه شغال. هو مش احسن حاجه واسامه ابو علي احسن منه بالمناسبه، بس الواد كويس يجي منه. ها اشرف بن شرقي كان عندي فار بدلته باسد، خدنا منك الفار ورحنا خدنا الاسد يا معلم، خدنا الفار والاسد. وانت ايه قاعد مع مصطفى شلبي؟ ربنا يكون في عون جمهور الزمالك والله، كمان بعد ما صفقه زيزو تخلص ان شاء الله. وانا شايف ان انتوا تشجعوا الاهلي بقى، يعني خلاص ما هي الفرقه اللي اتغلبت في نهائي القرن بقت كلها عندنا. هي دي المصيبه، ان الفرقه اللي احنا عمالين نجيبها دي عمالين نغسل الزملكاويه بيهم. يا جدعان ما احنا غلبناهم في نهائي القرن. يعني انا خايف من الصفقات دي. يعني الصفقات حلوه بس انا خايف.